لا نقطة نظام قبل نقطة نظام قبل ونقطة نظام سيدي نقطة نظام ما تهدرش نقطة نظام نقطة نظام نقطة نظام واش سمعتي شنو قال؟ واش سمعتي شنو قال؟ واش سمعتي شنو قال؟ نقطة نظام غادي نقول لك هذاك غنديه انا ماشي انت اللي حطيه انا غنديه يلا ديك ليش كيف على كاراتي؟ علاش كبرت؟ السباري القبال بالله على السباري واش قرا القانون سقاري واش نسيوه؟ اش كيغيب لنا كمونش؟ اش قرا دودو على الساس سقا تعيق القريح نشوف هذا صاحبي تعيق ايوا سقارا صاحبي سقا ايوا سقارا عبد الرحمن سقا قال لي سي ولا الرئيس رجعوا نغني عمالي سيد زوقك سقاكتي لي تونيني كيف ندير الزميل المحترم هذيك شنو ما صاحبي ماشي ولا احترم لي شدوني غير مانيش ماني سيد راسي كنتكلم زوير ها شوينا الزميل مشينا نتزو واجيبوناش الزميل إنا نقيتزو واجيبوناش سيد الرئيس مشينا السير ولا أرضي عليك سما السير سيد الرئيس حجو قلبو قادزون شكرا سيد الرئيس سيد القائد المحترم وأعضاء المجلس والمنظمة الإعلامية. بالنسبة للإنارة العمومية سيد الرئيس شحال من ورقة أنا جبتها لك وحطيتها لك بيدي تما كتابة سجلتها كنهضروا على الإنارة العمومية بكينا كتهضروا صرات عندي السي مراد وصرات عندي السي مراد احترم سقاس حسوس حس سقا رئيسي غامي تشاد واد زوم شاق شو اللي كان زوم خوك ايوا سيد رشيد اسكو جينا السور في الإنارة العمومية ديال غادي تسقا شو غادي يقول لك السيورة اسكو جينا السور شكان يعمل مرات زما ما تغيرش مني تو كان يوتيوب نيشان يا احمر كنا غير نغشرنو ما تجيبوناش ونسمعنا اليوم السكاس سنة 2027 لا ما جيناش اشكال السكاس الاستاذ عرفت يا الاستاذ كرم حط لك الله يحمي الوالد وسمح لي سيدي الرئيس استاذ خوتي دالي سمح لي الله يرحم الوالدين وبين انتم كتهضروا على الاناره العموميه كتبغوا نهضروا الخاويه وانا جات عندي ما بغيتش نهضر وكبير انتم كتهضروا على الاناره العموميه عندي الحق نهضر على الاناره وعجاني السي واش كاع داك الدوش كاع التهويد عادي ما هاك المشكل اكل خلقهم مشى الغازيوه كاش كنقوم بيا تقسيط قناص قاريكو الشيشه كي خلقهم مشى صاحبي اخويا الرئيس اش واحد يجيبوا اللجان هذا عزيزيش واحد يجيبوا اللجان واحد يجيبوا 250,000 هذا عزيزيش وانا بغيتك الولائم ديال العمل امشي هذا عزيزيش ايوا جاي السقا صافي اما تقرا كي جاي السقا سيدي راه تسير بلي العرض شكرا سيدي الرئيس. بالنسبه للاشجار سيدي الرئيس ديك حتى كنا ذكرناكم على حساب في شهر 7 وشهر 8 كنتو كتسقيو كيقول لكم ودي ديك الوقت ماشي ديال السقي واخا تشربها عاليه وما غاديش تنجح. اليوم كلشي يابس يعني باش غنضحكوا على راسنا ولا كنضحكوا على الساكنه ولا كنضحكوا على المجلس. وبالنسبه للاناره العموميه تسكت السقا ما صاحبي البواقني ما كنا ديما ما صاحبي عشان يجي تقصر غادي الصوتي جاب العراق مش هادي الصوتي نو يسقى غير كتقمو مشى هادي ما تعوضش الغاز غادي يتقطع احترم ما يخفنش قدور الورج صاحبي احترم يخفنش صاحبي قال الاساتذه الموالد الشاب الزيت المثل شكون سحل الزيك الشارع والله الا في بحال يخفنش ليه تعقمو مشى صاحبي ايوا سقى جا السيوره خليه يهضر سيدي راه كيستاهل والله ودي سقع على خيمه والله العظيم والله ما هذا ايوا هضر كمل القانون نسمعك انا وانا كمل القانون كمل يلا راجل انتهت الصلاحيه ديالك انتهت ما بقالهاش مازال معك هنا غادي تشوف ها جاي وسيدي الرئيس مازال يعني راه غير كاع نهضروا حتى الميكرو راه مشعول ما كيحترمونا ماشي ما عمرك غادي تهضر معانا واحد تقول كتزو يعني كتهوهم ليه راه عيب كاع
نهار اللي غادي نوض يهضر كاين تخبى واحد الحاجه ديال الجهل ديال الاميين. والله الا السبحي غتستوعبوا فيه من غير غارس. والله الا السبحي والله. والله ما كنتيش تقدر تهضر معايا. وانت اول هذيك خلينا هذيك انت كتقولها في اطار الاخوه في المجلس ما كنتيش كتاخذ الكلمه حدايا. دير ليها سيد الرئيس دير. واش راه المملكه مقرا في النص. دير ليها سيد الرئيس دير. خلينا نكمل غير عاد حتى مسائل الشهاده. قلت بان اللجان كانوا في دور الاقاله ومازال ما داش الحكم النهائي. ربما كاين حكم نهائي غادي يدعوا لان كاين حكم نهائي ولهذا سوف غادي ياخذوا التعويضات ديالهم ولهذا ما نقدرش حنا نحفظوا منه ولا شي حاجه. اما فيما يخص اكتراء اليد النقل واليد الاخرى ما عمر صرفناه ولا درناه. كنديروا احتياطي الا كان شي حاجه، لان الا كان شي ترقال ولا شي حاجه نقدر ندير ما تصدقش اكتراء، لكن كنديروا احتياطي لا يوقع شي حاجه يوقع شي حاجه. فيما يخص شراء الوقود والزيوت قلت لي غادي نخفضوا 50%. نقلعوه كاع ما نديروش كاع. مش عارف غادي دير الدار سيد النائب، لان هذا المازوت من ترتفع الثمن ديالو حنا ردينا اللي غادي يمشي راه تما وكلشي كاين في الوراق وكلشي راه تما. فيما يخص قطاع الغيار واطاره المخططيه للسيارات والاليات انت عارف بلي عندنا جوج ديال الشحنه ديال النفايات كل شهر 15 مليون كيخسروا، الكل يعلم. وحنا عاود قلت لي صحاب الاناره راه الشاحنه ديال الاناره ما كتاكلهم بزاف. ربما الا كتاكل 2000 ولا 1300 درهم في الشهر ولا ما كتاكلوش كاع. ولهذا حنا مقصينا اي دائره ولكل عضو الحق ديالو. اما فيما يخص صيانه واصلاح السيارات اللي جاوبنا عليه، قطاع الغيار والاطارات المخططيه للسيارات والاليات. انتم عارفين بلي السيارات اللي كاينه ما عمر شرينا شي وحده جديده راهم غير قدامين. راه الاطارات ديالهم كلشي راهم محطوطين هنا، كلشي راهم موضعين في شكل الدفتر ديال سميتو اللي كتستعملوا. راه اللي مستعمل راه مستعمل، اللي ما مستعملش غير نافع راه محطوط بدقه وبامانه. اصلاح الاناره واش درتي لائحه ثانيه؟ نفس النقطه ما تشدوش على الميزانيه. لا الميزان لا سيد الرئيس هذا واقع ان هذا كتكون شكرا سيد الرئيس. ما تفوتش على الوقت تدوز على النحو. غادي نستناو نديروا اجتماع استثنائي وندرسوا في الميزانيه باش نخصوا واحد الميزانيه لازم. اذا هذا الحدث الطويل خص هذيك الفصل يكون عنده ويكون الميزانيه ديالو. بحال هذه جماعه وجماعه كلها فيها 50,000 نسمه، وكاين دابا لي زوغاج، كاين التبقان، كاين الويدان كيحملوه، كاين بزاف ديال ربما تجي شي مناسبه اللي هي اكثر من هذه. اذا هذا خص يكون هذا الفلوس ما خصناش يقولوا لنا نحذفوها. مثلا بالنسبه للكازوال دابا حاليا ربما بالنسبه دابا الارتفاع اللي كاين ديال الكازوال وديال الزيوت ربما ما يخصوش. بالنسبه مثلا للشاحنات كما تخص الاخوان الاعضاء كيعرفوا من الشاحنات لان كل شاحنه مهتريه اليوم خدامه غدا اونبان، والاونبان ديال الشاحنه كتكلف واحد المصاريف كبيره. اذا ما كانش عندنا اعتماد في هذا الفصل هذا، اذا غدا غادي يوقفوا داكشي اش غنديروا؟ غير الا غادي نوقفوا هذه النفايات ما نرجعوهمش كاع لعبد الدائره بغاو الساده الاعضاء بحال هكا راه حتى هذا حل. وشكرا جزيلا السيد الرئيس. تقريبا 12-15 كيلومتر باش يمشي لواحد الجزء من الغريبه كيصاوب بوله كيرجع، في حين كيخلي 30 كيخلي تقريبا شي 20 بوله اللي متفيه في الغريبه. ما بوهرو ما كيدخلهاش. كيجي الاخر البونجين كاين عندنا دوار الليل مقسوم على دوار اللي فيه دوار جزء تابع البهروه والجزء الثاني تابع البونجين. كيصوب غير الجزء اللي تابع البونجين، الجزء اللي وهو دوار واحد اللي تابع مع بهروه ما كيدخلش عنده.
اليوم أنا كنت قد جئت من أجل الاستماع وليس للكلام، ولكن لما سمعت كلاما فيه نوع من الابتزاز بل قصدت في كلامي، ومع ذلك صبرت وتركت الشخص الذي تكلم عني، ولكن في هذه النقطة بالضبط كإضافة إلى ما قدمه السيد الرئيس عن موضوع اللجان. اللجان انتهى أمرها، أصبحت في خبر كان، والحمد لله. نحن في دولة المؤسسات، نحن في المؤسسة القضائية التي تعتبر مستقلة ومنفصلة تماما عن الحكومة، لا يؤثر فيها أحدا أيا كان. الحمد لله قد أنصفت رؤساء اللجان والنوابين كلهم المقالون في تلك الدورة، دورة فبراير بالضبط، يوم 20 فبراير 2024، لما كانت هناك نقاط في جدول الأعمال تتعلق بإقالة رؤساء اللجان ونوابهم. المحكمة الإدارية بوجدة قد ألغت الحكم الابتدائي، ولما لم يكن هناك طعن في هذا الحكم